حطي المكون ده في التتبيلة وهتاخدي بقى لون وطعم خطير لدبابيس الفراخ. وكمان هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومن غير ما تقعد في التتبيلة، وهتطلع معاكي طرية وجوسي من جوه وطعمها خطير. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. بصوا يا بنات، اول حاجة انا جبت البولة بتاعتي ونزلت ببصلاية مبشورة وعليهم طماطمايه مبشورة وعليهم معلقة كبيرة كده من الصلصة، والمكون بقى السري اللي هيديها لون وطعم خطير معلقة كبيرة من العسل الأسود، ولو مش موجود حطي معلقة كبيرة من السكر أو دبس الرمان يا بنات. ونزلت بفنجان من الزيت، ونزلت بعصير ليمونتين، وحطيت فصين توم مفرومين، ومعلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة